رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يعلن انسحابه رسميا من رئاسيات 17 أفريل، ويخبر بذلك المجلس الدستوري. تحية لكم والسلام عليكم. بداية، وفي ملف الانتخابات الرئاسية، أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالمجلس الدستوري أنه ينسحب من سباق رئاسيات 17 أفريل القادم. هذا وكان قد استقبله رئيس المجلس مراد مدلسي، حيث أكد لفخامة الرئيس أنه أحسن عملا وكان له هذا النقاش. أنا شرف لي نجي نسلم عليك أنايا تاعنا اليوم طاب جناني. أنا من الأول كنت ضد العودة الرابعة هذه، ولكن الظروف تاع اليوم قررت نجبد نفسي رسميا من هذه الانتخابات. هذا ووقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وقع قرار تخليه رسميا عن العهدة الرابعة، وأخبر بذلك رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، أخبره بأن الرئيس بوتفليقة قد طاب جنانه على حسب قوله. ثم غادر بعدها السيد عبد العزيز بوتفليقة المجلس الدستوري، حيث توجه مباشرة إلى المستشفى، أين سيقضي ما تبقى له من العمر.